قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل. ساعكم فنون وصفتنا اليوم هو محنشات مالحين كيجيو كيحمقوا خفاف. وجدوا ولادكم الكوتي ولا البواطاناش كيجيو اكثر من رائعين. ما تنساوش الصلاه على الحبيب المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو 260 مليلتر ديال الحليب دافي مع معلقة كبيرة ديال الخبيرات العجينة، معلقة كبيرة سنيدة. غنخلطهم ونغطيهم مرتاح واحد شوية. من الأحسن نخليهم 10 دقائق، أنا ما كانش عندي الوقت. ناخدو نص كيلو الدقيق تقريبا زلافة كبيرة، 2 بيضات بحرارة المطبخ، شوية الملحة صافي. وغنزيدو داك الخليط اللي عندنا ديال الحليب والخميره وسنيده وغنديرهم يتعجنوا. اللي عنده الماكينه يديرها في العجانه، اللي ما عندوش يدلكها بيدو. واللي عجباتو الوصفه يطرح لي على با وخويا وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وشفي مرضانا ومرضى المسلمين. من بعد ما تجمعت ليا العجينه غنزيد لهم 120 غرام ديال الزبده، تقريبا 3 معالق كبار بحراره المطبخ. صافي غنخلي العجينه مزيان تشرب ليا ديك الزبده وغنخليها تخمر ليا واحد ساعه المكانه. هذه هي العجينه ديالنا. من بعد ما خمرات كتضاعف الحجم ديالها ما شاء الله، كتكون مطاطيه رطبه بزاف. ضروري ما تدهنوا سطح العمل بالدقيق، ترشوه بالدقيق باش ما تلصقش لكم. صافي وغنحاول نفرقها كريات صغار بحال اللي كنديروا في القرص. تقريبا اللي بغى يعبرهم انا كنعبرهم. درت فيهم تقريبا كل وحده فيها 60 غرام، تقريبا تخرج لي 17 وحده. الحشوه غنحتاج واحد القبطه ديال البصله الخضاريه رقيقه رقيق، واحد معلقه كبيره ديال الزبده، وبيضه، فرماج احمر محكوك. الا ما عندكمش الاحمر ديروا غير فرماج لافاشكيري، ديروا تقريبا واحد 6 الفرماجات. صافي وغنخلطوهم مزيان. اللي عز عليه الحار السودانيه يديرها، اللي عنده الدايه الصغار بلا ما يديرها. غنزيد واحد شويه الزعتر. صافي غنخلط كلشي مزيان. صافي غناخذ الخبز اللي عندنا غنسرحوه على شكل طولي بحال اللي باغا نديرو الباريزيان. راه كيكون رطب، راه دغيا كيتشكل لكم. زعما كاين وصفه سهله وكتعطي ما شاء الله كميه كبيره. صافي غنديرو على شكل طولي. غنديرو فيه معلقه كبيره ديال الحشوه اللي عندنا ديال البصله. درت انا بالنص بالنص. حاولوا كاملين تدوروا عليها بهذا الشكل هذا. صافي ونحاول هكا نجمعو على شكل سيجار. صافي ونحربلو واحد شويه. صافي نجيب واحد الآلة حاده بحال هكا ولا موس عندكم ماضي. صافي قسمو من النص صافي وشكلوا على شكل محنشه. نتمنى تكون الفكره جاتكم واضحه وسهله. انا نعاود معكم واحده اخرى بنفس الطريقه. انا خليتهم يرتاحوا واحد نص ساعه. من بعد دهنتهم بصفار البيض. ديجا الفران درتوه سخون، ضروري الفران يكون سخون. بغيتو تزوقوهم بالفرماج ولا بالزنجلان، انا خليتهم غير هكا. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. راه كيجيو كيحمقوا. اعطيهم ولادكم يديهم المدرسه
وساهلين وبالصحة والراحة.